بس يا حبايبي هنعمله صينية أجنحة بطريقة جميلة جدا هتعجبكم وخفيفة وما فيهاش مكونات كتير. انا هخلي الأجنحة يعني انضف كده الجناح، وحتى لو اللحم متقطع انا ادخله جوه يعني مش هتفرق كتير. هخليه كده بطريقة بسيطة، هفضل اقطع كده بالسكينة لان انا اخلي الجناح، ولو في لحم زيادة ادخله جوه الجناح من جوه. وانا بص هطلع العظمة كده واروح قطمها اكسرها. بص يا حبيبي، اول ما بنشيل العظمة اللي فوق بعد كده اللي تحت دول بيبقوا سهلين. بس كده بالسكينة بحك كده اللحم وبدخله من جوه، يعني حتى لو اتقطع بدخله من جوه، مش فريق كتير، لان انا هنا هحشيها فريك، فاللحم كده كده من جوه فمش فارقه يعني. هجيب بصلايه وقرن فلفل وكوبايه فريك. هنا هشوح بس البصلايه، ومش هحط فيها توابل كتير، هحط فيها فلفل اسود ومرقه وشويه ملح. يبقى فلفل ومرقه وشويه ملح، طبعا ما فيش مرقه فوريه كده نحط مكعب مرقه، وهنشوحوها كده، وهنحط عليها اقل من ربع كوبايه ميه اللي احنا نسويه بيه. هيساوي كده 3/4 سوا يعني، ان هي وربع كوبايه ميه. بس طبعا الجناحه نضفناها جدا، احشيها بقى، ولو في لحم زياده ولا حاجه ادخله من جوه. وطبعا حتى لو مقطعه مش فارقه، انا كده كده مش هسلقها، يعني الحاجه دي مش هتنزل، لو نزلت هتنزل مع البصل هتبقى طعمها حلو جدا. انا هاكلها كده كده مع الرز يعني. بس يا حبايبي انا بحشيها كده، عاملاها فريك، وطبعا هي مش هتفرق، احنا هنحطوها هنسووها ني في ني، طريقه جميله وخفيفه، والطاجن شكله حلو جدا. هحشي واحده تاني، وطبعا انا هقفله بخله، والمتقطع برضو هحطه فيه خله، طبعا في متقطعه فبرضو مش فارقه كتير، انا هقفلها كويس يعني. بس حبيبي لو في لحمه ولا حاجه انا بدخله جوه، واللي اتقطع برضو دخلته جوه الاجنحه. بس انا اللي متقطع بقى هحطه فيه خله، هقفله كويس بالخله. طبعا اللي عايز يخيط يخيط، بس انا كده كده مش هسلقه يعني، مش حتى لو في حاجه نزلت عندي في البصل احنا هناكله بيه بالرز يعني مش فارقه يعني. بس حبيبي اقفله كده، طبعا مقفله كله بالخله، ولو في حاجه مقطعه برضو قفلتها بالخله من الجناب كده. بص يا حبيبي هجيب بقى فلفل، وهجيب طماطم وبصلايه، هي طماطمتين، ولو عندك طماطميه كبيره كفايه واحده، وهحط دبس رمان ومستردة، وبرده البهارات هحط مرقه وفلفل اسود وبابريكا وملح. يعني مش هحط لها بهارات كتيره، دي اللي هعفش بقى الاجنحه من تحت، ودي نقطه زيت، هنا اقل من معلقه بس. وقطعت بشر ليمون. بس حبيبي انا هسيبها كده، وطبعا هسيبها في التتبيله دي، سيبها بقى ساعه ساعتين يعني، اعمليها ما تعملهاش على طول يعني، ولو عايزه تعملها على طول برضه هتبقى ريحتها، بس انا بحب اسيبها الحاجه في التتبيله شويه. انا بصوا بس بطلع من التتبيله شويه، لان انا مش هحط فيها ميه ولا احط فيها اي حاجه، انا هخليها تستوي كده مع نفسها بالبصله بالطماطم اللي انا حطيتها. طبعا مملحه كويس ومتبلينها كويس. انا حتى لو فيك بقى نزل ولا حاجه ينزل في قلب الصوص ده يبقى تحفه يعني. يعني الصوص ده هناكله بالرز هيعجبكم جدا. انا هحط له كده ورق زبده، ورق فويل،
والرز بقى ده ما عملنا بالفريك كده، اعمل بقى الرز بالشعريه واعمله بلسان عصفور برضو، اللي انا ايه ما استخدمش رز كتير، طبعا رز غلي فبقى على قد ما بقدر بنختصره في الرز شويه. كده اتحمر واحط برضو كوبايه رز، وبعد كده احط برضو نص معلقه مرقه وشويه ملح، واسيب الرز يستوى كده مع نفسه. طبعا بحط ميه سخنه، احط الملح واحط ايه نص معلقه مرقه. برضو الرز مع الشعريه ولسان عصفور جميل جدا وطعمه حلو. اول كده ما يغلي اروح موطيه عليه وسابيه يستوي. عملنا اكله اقتصاديه جدا وطعمها حلو قوي ومش مكلفه يعني. بصوا حبايبي الاجنحه شكلها عامله ازاي، طبعا تحفه، والصوص بتاعها جميل جدا. بس الصوص طبعا ده حلو جدا مع الرز، ومش حاطين ايدام ولا حاجه، هي نزلت ايه ايدامها. والرز اهو، وجبه حلوه جدا اقتصاديه وخفيفه. بس يا حبايبي الصوص طلع جميل جدا، ده هناكله بالرز. طبعا انا كان عندي طبق ملوخيه حديته، لو ما فيش ده كده كده هناكله بالرز عادي. ايه رايكم يا حبايبي؟ بس خطوات بسيطه، طبعا عملنا منه غدا كويس، والصوص ده حلو جدا للرز. وطبعا برضو اللي عايز ياكله بالعيش ده فيه بصل وفريك وفلفل، فطعمه حلو جدا. فاحنا بس احنا بناكله بالرز. بصوا طبعا الاجنحه عامله ازاي. ايه رايكم؟ وجبه جميله وخفيفه وما كلفتناش كتير. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله.